إزاي نحترم وجع اللي قدامنا؟ مهم جدا ان احنا واحنا بنتكلم مع الاشخاص اللي قدامنا، سبيشيالي لو هم بيحكوا لنا على مشكلة، لازم ما نسخفش او نتفه او نقلل من حجم المشكلة ده. لان اوقات ان احنا نحاول نعمل حالة يعني ان احنا نتدخل كده ونعمل شوية هزار وضحك ولا اطلع من المود، يلا نخرج، يلا نسافر، يلا نعمل حاجة لطيفة، فكك مشاكل ايه، الحياة بتعدي، الامور كلها بتخلص. ده اوقات بيسبب ازمة نفسية كبيرة جدا للشخص، لان هو اكيد في الحال ده هو بيبقى محتاج ان هو يعبر او يتكلم، وبيبقى محتاج حد متخصص جدا ان هو يحاول يطلع منه المشكلة بطريقة هادية. فاحنا ما ينفعش نقول له وانت عندك مشكلة كبيرة، يعني حاول تشوفها انها حاجة بسيطة وعادي ومفيش مشكلة والامور بتتحل، لان ده في حد ذاته ممكن يعمل له هو صدمة نفسية، مش بس في المشكلة اللي عنده، لا ده كمان في المحيط اللي حواليه، ومن هنا هيفقد الثقة وهيفقد شعوره بالأمان، وبالتالي هيفضل كابت وكاتم مشاعره ومش هيعرف يطلعها تماما. وما ينفعش ان انا اجي لشخص كل مشاكله عاطفية، فانا اجي اقول له ممكن بقى نخلي العواطف دي على جنب وتفكر كده بعقلك، ولا شخص ما بيعرفش يفكر غير بعقله، فاجي اقول له طب شغل قلبك شوية، حرك مشاعرك شوية. لازم نبقى عارفين اللغة اللي احنا بنتعامل بيها مع الآخر.